وقعت ألمانيا للتو على القانون الذي ينص على عدم وجود سفاح القربة، أي يمكن للأخ والأخت أن يتزوجا، والأم والابن والأب والابنة. وتم إعلان مدينة ميامي الآن كمدينة المشتريات الجنس العامة، وهذا يعني في الطريق إلى الكنيسة، في المسجد، في السوق، في ملعب كرة القدم. إذا كنت تريد ممارسة الجنس يمكنك الاستمتاع بها في أي وقت دون أي مشكلة. كندا سمحت بممارسة الجنس مع الحيوانات، وفي أسبانيا الأفلام الإباحية مسموح بها في المدارس الثانوية والجامعات. وأكثر من ذلك، لقد تم إعطاء الإذن بدعارة القاصرين. تقول مارغ لوكر أن أي فتاة في 10 من عمرها تعاني من المتعة الجنسية لا ينبغي لأحد أن يدافع عنها، دعوها تكتشف كيف يعمل جسدها. وأخيرا، سمحت الولايات المتحدة بفتح كنائس شيطانية علنا. يبدو أننا نقترب من النهاية لكل القيم النبيلة التي تقوم عليها الإنسانية لتحل محلها قيم شيطانية تقف وراءها قوى شريرة ماسونية وصهيونية تعصف بالبشرية وتدفع بها نحو سقوط أخلاقي لا سابق له في تاريخ البشرية. ربما سنتجاوز قوم لوط في الانحطاط وقبول الفاحشة.